رسالة شكر وامتنان من الفنانة أنغام لجمهورها. أنغام بتبكي في تسجيل صوتي للجمهور. نشرت المطربة أنغام تسجيل صوتي عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام. قالت الفنانة أنغام: صباح الخير، أنا فكرت أكتب ولا أتكلم بصوتي، وحسيت إني محتاجة أتكلم معاكم بصوت وأقول لكم لكل حد وقف جنبي ودعالي من قلبه، وكل شخص اكتشف إنه بيحبني أو حتى ما كانش بيحبني وقرر بإنسانيته وحنيته وقلبه إنه يدعي لي ويدعمني في المحنة اللي عديت بيها. أشكركم من كل قلبي. أنتم دعيتم وربنا استجاب دعائكم. كان هو الدواء، الايد اللي بتطبطب والحنيه هو اللي وقفني على رجلي بعد ربنا والدكاتره. مش عارفه اقول ايه، مش عارفه اتكلم، مش عارفه ما ابكيش من فرحتي، من الامتنان والشكر لله وليكم اللي مالي قلبي دلوقتي واللي موقفني على رجلي. انتم دعيتوا الانغام، يمكن كمان دعيتوا لأم اتمنت من ربنا انها تكمل مشوارها عشان تكمل حياه اولادها، تفرح بيهم وترجع تعيش وسطهم. كان كل خوفي اني اسيب ولادي، وما كنتش عايزه حاجه، كنت بدعي لربنا ارجع ليهم واكمل معاهم شويه. عديت بمحنه صعبه جدا عليا وشديده، بس شكرا لله اللي حط في قلوبكم كلكم الحب، وزمايلي واصدقائي واخواتي معجبيني اللي بيحبوني لله. جمهور بيحب انغام اللي بتغني كبير قوي وعظيم قوي ونادر الوجود، نادر ما يكون فيه قلوب بالجمال والصدق والحنيه دي. اكدت الفنانه المطربه انغام انها لاول مره بتعيش هذا الضعف ولا تخجل من الكشف عنه امام جمهورها، بعد ما شعر انهم وقفوا معاها في ازمتها الاخيره، انها جزء منهم. موضحه: انا عمري يمكن ما كنت بالضعف ده قبل كده، مش خجلانه اكون ضعيفه قدامكم شويه، لاني حاسه اني حته منكم وانكم اهلي. مش غلط ولا عيب الانسان يضعف قصاد اهله ويطلب منهم يستحملوه. انتم استحملتوني قوي، وقفتوا جنبي بالدعاء والمحبه. كل ما افتح عيني اقرا كلامكم ودعائكم يوصلني باي شكل. سبب حبكم ودعائكم والكلام الداعم اللي طبطب عليا كنت بصر افضل مفتحه عينيا، وده كان اكلي وشربي دوايا الحقيقي. اختتمت المطربه انغام رسالتها قائله: مش قادره اقفل من غير ما اشكر الدكتور والبروفيسور ايمن اغا العربي الفلسطيني الذي اجرى العمليه بعد ايد ربنا كانت سبب شفايا. أشكر الأستاذ الدكتور محمود مجيدة، الدكتور المصري أخويا الرائع اللي ربنا من عليا بوجوده، كان متابع حالتي من البداية في مصر، كمان وأنا في ألمانيا متابع ثانية بثانية ولحظة بلحظة. بشكر أي حد ساعدني وطبطب عليا أو حرك سريري، حتى بشكر ولادي عمر وعبد الرحمن وأمي وأصحابي وإخواتي رندا ويمنى عادل. عندي كلام كتير عايزة أقوله، مش عارفة أقوله كله، أكيد حاسين وفاهمين. عبرت الفنانة المطربة أنغام في ختام التسجيل الصوتي عن اشتياقها مقابلة الجمهور قريبا. مشتاقة جدا اشوفكم قريب على المسرح، ونتقابل باذن الله، نتقابل قريب قوي ونحتفل. ربنا يجعل ايامكم بركه وخير، ومتشكره جدا من كل قلبي ومليون شكر لله على اللطف الكبير من ربنا، لطيف اللي لطف بيا، قلوبكم اللطيفه اللي لطفت بيا كمان. الف شكر. شكرا. الجدير بالذكر ان الفنانه انغام الفتره الماضيه شهدت مرور انغام بازمه صحيه استدعت سفرها لالمانيا بعد اكتشافها كيس على البنكرياس. استأصلت جزء منه قبل ان تخضع للتدخل الجراحي جديد وتستأصل الكيس كاملا مع جزء صغير من البنكرياس. وعادت المطربه انغام الى مصر بعد رحله علاج شاقه ذلك يوم الاثنين الماضي، وبتقضي انغام حاليا فتره النقاهه في بيتها في الساحل الشمالي وسط اسرتها. بنقول للفنانه انغام الف حمد لله على سلامتك، بننتظر عودتك بالسلامه للحفلات